السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد منعم من قناة منعم أكاديمي. طبعا لو دي أول مرة ليك في القناة أتمنى تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جاية، وما تنساش تاخد لفة بقية الفيديوهات إن شاء الله تستفاد منهم بأكبر قدر ممكن. موضوع الفيديو بتاع النهاردة عن حاجة أنا كان نفسي حد أصلا يجي يفهمها لي من الأول خالص، ألا وهي الانترفيو بروسيس. في حاجات كتير قوي كانت في الأول ما كنتش فاهمها، كلمات بالإنجلش كنت بسمعها كنت ببقى مش عارف دي معناها إيه، مثلا حاجات معينة كانت بتختلف من شركة للتانية، فكان نفسي أول حد يجي ويوضح لي كل حاجة من دولت بتعمل إيه وفايدتها إيه. فعشان كده موضوع الفيديو بتاع النهارده الانترفيو بروسيس فروم A to Z، من أول ما تفكر اصلا انت تقدم على الشغل لحد ما يجي لك في الاخر ان شاء الله الاوفر. ناخدها من البدايه خالص اللي انا بقدم على شغل. اول حاجه لازم اكون واخد بالي منها الا وهي الجوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن ده اللي هو الوصف بتاع الشغل ده ايه عدد سنين الخبره اللي محتاجينها، الحاجات اللي محتاجينها من الشخص اللي هيبقى موجود، وكل الريكويرمنتس او المتطلبات اللي موجوده للوظيفه دي. تاني حاجه وهي اسم الشركه. الشركه دي انت بتاخد اسمها تبدا تسرش عليه، تبدا تعرف الشركه دي ايه وايه الفروع بتاعتها والحاجات اللي انت محتاج تعرفها كلها عن الشركه، من بقى الرينج السالري والكلام ده كله. فعلى الاقل لما تيجي تتكلم عن اتش ار تبقى مفهمه ان انت عندك خلفيه عن الشركه دي وبتعمل ايه وليه انت مقدم عليها. نيجي بقى على الفون سكريننج. طب انا كده عرفت اسم الشركه وعرفت الجوب ديسكريبشن وقدمت عليها والحمد لله خلاص كده اول حاجه عدت. طبعا ببقى مظبط برده حاجه مهمه جدا، السي في بتاعي ببقى مظبط فيه كل حاجه اللي ليها علاقه بالجوب ديسكريبشن ده. على سبيل المثال مثلا لو في الشغل ده محتاجين جافا فاكون موضح في السي في ان انا شغال جافا، لو في اي حاجه ثانيه هم محتاجينها انا بكون موضحها عندي في السي في بناء عليها. انا خلاص قدمت والسي في تمام وكل حاجه اتقبلت، الاتش ار او التالنت اكوزيشن، عشان تبقى حسب طبعا كل شركه بيبقى في شركات بتسميها تالنت اكوزيشن وفي شركات بتسميها اتش ار، في اختلاف بين التو بوزيشنز، بس في مصر ما اظنش ان يعني لسه وصل لهم الكونسبت ده. هتلاقي شخص بيكلمك ده بيبقى اسمه الفون سكريننج كول او بيبقى اسمه فون انترفيو، طبعا حسب كل شركه وحسب هم بيسموها ايه. طب ده بيبقى عباره عن ايه؟ ده بيبقى عباره عن التالنت اكوزيشن بيكلمك ويبدا يسالك شويه اسئله. الاسئله دي بالترتيب او من غير ترتيب هي بتبقى موجوده في الغالب في معظم الشركات. بيبداوا بايه؟ بيبداوا انت مين وممكن تعرف لي نفسك، ممكن يقول لك may you introduce yourself in English لو عايز تشوف الانجليش بتاعك عامل ازاي. فهنا انت مش بتعرف نفسك انا اسمح احمد منعم خريج حاسبات ومعلومات شكرا، لا انت بتبدا بقى بتكون انت مجهز نفسك ان انا اسمي احمد منعم انا خريج حاسبات وبقول السنه، وبعد كده ببدا اتكلم عن الكارير بتاعي من اول شغل ليا لحد الشغل اللي انا شغاله ايه حاليا، وبتكلم تحديدا على الرول بتاعي عامل ازاي. يعني انا مثلا لما دخلت الشركه دي كنت شغال انستراكتور فكنت بعمل فيها 1 2 3، دلوقتي انا شغال في الشركه دي سينيور وبعمل فيها برضه 1 2 3. بديله زي انتروداكشن كده بيخليه ملم بكل حاجه، بالباك جراوند بتاعت منعم عامله ازاي من اول لحد الفتره او لحد الكول اللي انت بتكلمني فيها حاليا. دي اول حاجه بيبقى هو محتاجها منك في الفون سكريننج كول. بعد كده بيبدا يسالك شويه حاجات ثانيه، ممكن مثلا يقول لك سيتويشن عديت بيه، اتشيفمنت انت مثلا سيتويشن عديت بيه، ده برضه عشان نبقى واضحين سيتويشن انت عديت بيه مثلا كان صعب عليك فانت حسيت ان انت كده عملت فيه انجاز. اتشيفمنتس انت عملتها، يعني مثلا حاجه انت فخور بيها جدا جدا انت عملتها في الكارير بتاعك. بيبدا بقى مثلا يسالك شويه اسئله مهمه جدا جدا جدا، ودي كان فيها شويه حاجات انا ما كنتش اعرفها في الاول خالص، الا وهي انت النوتس بيريد بتاعتك ايه. نوتس بيريد هنا دي معناها اللي انت زي الفتره اللي هتسيب فيها الشغل خلال قد ايه. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي ماضي كونتراكت مع الشركه بتاعتي، فالمفروض ان انا لما اجي اقدم استقالتي ما امشيش قبل شهرين، هي الشهرين دي هي دي النوتس بيريد، وقت الاستقاله اللي انت بتنفع تمشي فيها من الشركه دي وتبدا في شركه ثانيه. طب حاجه ثانيه تقول لك الاكسبكتد سالري بتاعك ايه، وهنا الاكسبكتد سالري ده فيه اكتر من حاجه. حاجه برضو منهم انا ما كنتش عارفها قبل كده هي حاجه اسمها النت سالري والجروس سالري. الفرق ما بين الاثنين ان النت سالري ده دي الفلوس اللي انت تاخدها في الاخر في ايدك زي ما تقول كده فلوس متشفيه. طب الجروس سالري، الجروس سالري ده الفلوس او المبلغ اللي بيبقى شامل الضرايب والتامينات بقى، سواء تامين اجتماعي او تامين صحي واي حاجه ثانيه بتكون موجوده. لكن النت انت بتاخد المرتب ده في ايدك، فانت خد بالك لما بتيجي في الاكسبكتد سالري تجاوب على السؤال ده، حاول تجاوب عليه من ناحيه ان انا ده السالري النت بتاعي انا اللي محتاج اخده في ايدي هو اكس. ونيجي بقى لسؤال لازم تكون محضر له جدا 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 قبل ما تخش اي انترفيو، الا وهو انت ليه عايز تسيب الشركه اللي انت فيها حاليا. طبعا بقى في بعض الردود بتبقى مثلا ان انا في مشاكل عندي مع الشركه اللي انا فيها ومش عارف ايه والكلام ده، حاول ما نتكلمش في ده كتير.
لان انت بيبدا يبان ان انت واحد شكاء بكاء مش حابب الشركه اللي انت فيها، ولو جه وما عجبوش الشغل عندنا ما ممكن يعمل معانا نفس الكلام. لا، حاول دايما تخليها بشكل بروفيشنال. والله انا عايز اموف هنا عشان مثلا الشركه دي تديني اكسبيرينس اكتر. والله مثلا انا عايز اموف هنا عشان انا بس محتاج ان انا احسن نفسي في جزء معين، فانا شايف ان الشركه هنا تقدر تساعدني ان انا احسن نفسي فيه. انا في مجال معين عندكم انا ما اشتغلتش عليه قبل كده، فشايف ان ده هيضيف لي كويس جدا جدا في الاكسبيرينس بتاعتي. اسم الشركه كبير قوي، فدي هتضيف لي جدا جدا في السي في. وحاجات تانية كتير انت ممكن تقولها، بس ابعد عن حتتين، انت تبقى شكاك وتقعد تقول الشركه اللي عندي وحشه وفيها وفيها وفيها، واللي انت تقول السالري. لان النقطتين دولت انا عارف وانت عارف واي حد بيعمل انترفيو عارف ان دولت ان كده كده كلنا بنروح لو في مشاكل في الشركه اللي انا فيها، وان انا طبيعي عايز سالري اعلى. بس هو مش عايز يسمع ده ليه؟ معرفش. هم بيبقوا عايزين يسمعوا الحاجات البروفيشنال اكتر، عشان مثلا ما يقولش لو انت على الفلوس. طب ما انت ممكن لما تيجي عندنا لو جات لك فرصه احسن تمشي عشان الفلوس. وارد ممكن مثلا يكون يقول لك لا، ما هو زي ما هو بيشتكي من هنا يشتكي من عندنا. فلازم تكون محضر اجابه قويه للسؤال ده، ودي طبعا بتكون مبنيه ان انت دارس الشركه اللي انت رايحها، عارف الشركه دي بتعمل ايه، الجوانب الكويسه فيها. لو عارف حد من الناس اللي فيها جوه تقدر تتناقش معاه وتعرف اكتر عن الشركه منه. نيجي بقى للاسئله اللي انت المفروض تسالها للتالنت اكوزيشن ده، الا وهي اول حاجه انت محتاج تساله عن حاجه اسمها بروبيشن بيريود. في بعض الشركات ما بيكونش فيها بروبيشن بيريود، بيكون انت مجرد ما بتخش خلاص انت بدات معانا والكونتراكت ستارتد. طب ايه هي اصلا البروبيشن بيريود؟ البروبيشن بيريود دي معناها الفتره اللي بتكون انت فيها تحت الاختبار في الشركه. انت بتشوف انت مناسب مع الشركه ولا لا، والشركه بتشوف انت مناسب معاها ولا لا. وفي الغالب بتبقى 3 شهور، وفي الغالب برده ما بتكملش 3 شهور لو انت كويس وبتمضي خلاص الفول كونتراكت في الاول. بس ال3 شهور دي بتبقى مثلا انا ممكن الشركه ما عجبتنيش فحسيت ان الدنيا مش الطف حاجه فيها، فلا خلاص للاسف انا همشي. في الوقت اللي انت بتمشي فيه في البروبيشن بيريود دوت ولا بيبقى عليك بقى جزاءات ولا المفروض تقعد نوتس بيريود ولا اي حاجه. ونفس الكلام برده من ناحيه الشركه، لو هي مشيتك المفروض الشركه مش بتدفع لك ولا بتديك اي حاجه. دي فكره البروبيشن بيريود، فتره اختبار ليك وللشركه اللي انتوا الاثنين تشوفوا هتفتوا مع بعض او تبقوا مناسبين مع بعض ولا لا. باقي الاسئله اللي انت بتسالها حد يقول لي هو كل ده في الفون سكريننج كول او في الفون انترفيو؟ هقول لك ما انت المكالمه في الغالب ممكن تقعد من 10 دقائق ل 30 دقيقه حسب الشخص اللي بيتكلم معاك وحسب الاسئله اللي موجوده عندك وموجوده عنده. ممكن ما يكون ده ما كانش بيحصل معاك قبل كده، بحيث ان انت خلاص ده الحمد لله ان هو كلمني اصلا وشكرا وسلام وخلاص ابقى مستني الانترفيو. بس في الغالب انت بعد ما تشوف الفيديو ده انت لازم تكون مركز في البوينتس دي عشان ده هتفرق معاك انت قدام وهتحس بيها قدام. طب بقيه الاسئله اللي انت المفروض تسالها للتالنت اكوزيشن او الشخص اللي بيتصل بيك هي ايه؟ اول حاجه، ودي حاجات انا بسالها شخصيا، ان الشغل ده هيبقى فروم اوفيس ولا ريموت ولا هايبريد. هايبريد دوت يعني مخلط، يعني يومين مثلا من الاوفيس، 3 ايام من البيت، 3 ايام من البيت، يومين من الاوفيس وكذلك. طبعا لو الاوفيس في مكان بعيد طب هيبقى فيه ترانسبورتيشن ولا لا يا جماعه؟ طب ليه الكلام ده كله؟ لان ده كله بيفرق في الاخر لما انت بتحاول تقول سالري يكون فيه الحاجات دي كلها. يعني مثلا لو مفيش ترانسبورتيشن فانت عايز ترانسبورتيشن الاونس، ان انا يبقى فيه فلوس اقدر اروح بيها واجي. طب غير الحاجات دي هو الشغل، ولازم تبقى عارف حاجه مهمه جدا في النقطه دي، ان انت اللي مكتوب في الكونتراكت ايه. يعني ممكن مثلا اقول لك الشغل هايبريد وانت مكتوب في الكونتراكت ان الشغل فروم اوفيس، فممكن في اي وقت اقول لك انت هتنزلي دايما من الاوفيس. فخد بالك من دي جدا 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 لما توصل ان شاء الله لمرحله الكونتراكت. غير ديت في ايه تاني؟ انت بتبدا تساله على ان في لابتوب ولا لا. ايا كان المجال بتاعك المفروض الشركه بتاعتك بتدي لك لابتوب، فانت بتبدا تعرف اللابتوب ده هيبقى ايه، وهل لو مفيش لابتوب هستلم لابتوب في خلال قد ايه، ولا لا مش هستلم لابتوب اصلا وهشتغل على اللابتوب بتاعي. عدد ساعات العمل، مثلا في شركات تقول لك لا احنا الساعات الشغل بتاعتنا ايا كانت بقى ريموت او فول ريموت فروم هوم ولا لا هي من الاوفيس ولا ايا كانت، تقول لك الساعات ثابته من 8 ل 5. في شركات ثانيه تقول لك لا احنا الموضوع فليكسبل اورز، تقدر تشتغل على مدار اليوم في الوقت اللي انت عايزه، بس مثلا في شيرد او كومن اورز بتكون موجوده ما بيننا. يعني مثلا 4 ساعات نبقى موجودين كلنا فيها عشان يبقى فيها الميتنجز بتاعتنا والاجتماعات اللي احنا بنعملها، نشوف الشغل واصل لفين. طبعا لو انت بتتعامل او بتشتغل مع شركه بره مصر خد بالك جدا من حته تسالهم هل في تامينات وضرايب ولا لا. لان لو الشركه مش هتدفع لك ضرايب ولا تدفع لك تامينات انت بتحاول تكون مزود ده في المرتب بتاعك عشان يكون بيغطي حاجه زي كده. ومش حتى بره مصر بس، دلوقتي حاليا في شركات في مصر بتهاير ناس كفريلانس عشان ما يدوهمش تامينات وضرايب، هو بيحول لك مرتب بس. خد بالك جدا جدا من حاجه زي كده عشان ما تجيش في الاخر تتسال من اين لك هذا، تبقى عامل حسابك على الردود دي كويس جدا. وكل الحاجات اللي انا قلتها ديت والاسئله اللي انت بتسالها دي عشان ما تظلمش نفسك وتبقى تقدر تحدد المرتب المناسب لخبرتك والمناسب ان الحاجات دي هتبقى موجوده ولا مش موجوده. لان على سبيل المثال انا ما فيش لابتوب فانت تشتغل على اللابتوب بتاعك اللي انت جايبه من فلوسك، ففي حاله زي كده انت بتكون مزود في المرتب حاجه مقابل ده. وطبعا قيس على كده بقيه الحاجات اللي اتكلمنا عليها. دي اول ستيج الفون سكريننج.
ودي في الغالب بتبقى موجوده في اي شغل، مش مجال تكنيكال، مش اي مجال تاني، كل المجالات بيبقى موجود فيها الحاجه دي، مش محدش يفتكر ان الحاجات دي على التكنيكال بس. ننتقل لتاني مرحله، والمرحله دي في الغالب بتكون مختلفه من حاجه لحاجه. يعني لو انا شغال في السوفت وير في الغالب المرحله دي بتكون كومن ما بيننا، لو انا شغال في مجال تاني لا هتكون المرحله دي ممكن نعديها ونروح على اللي بعدها. طب ايه هي لو انا شغال في السوفت وير؟ لو انا شغال في السوفت وير تاني مرحله بتختلف برده من شركه للتانيه. ممكن يديك تكنيكال تاسك، تكنيكال تاسك دي بيبقى تاسك معينه بيبعتها لك، يقول لك انا عايزك تعملها لي وتبعتها لي في خلال الوقت الفلاني، فور اكزامبل في خلال اسبوع. بعت له الحاجه دي في خلال اسبوع، بيبدا هو يشوف التاسك بتاعتك دي ويقيمك بناء عليها. بعد كده تلاقي ان في حد باعت لك ميل، لا اما انت التاسك دي اكسبتد وعايزين نعمل معاك الانترفيو، لا اما انت لا التاسك دي ريجكتد وخلاص كده مفيش نصيب. طبعا احنا ان شاء الله هنكمل في الجزء بتاع ايه ان التاسك دي اكسبتد. طب دي اول حاجه. حاجه ثانيه ان انت بعد كده دي حاجه اصلا بتكون خارجيه، يعني دي حاجه انا ما بيحصلش بيني وبينك انتراكشن فيها، لا ده انت تاسك بتبعت لك وانت بتبدا تعملها وتبعتها لنا تاني. طب تاني حاجه ايه؟ برضه حاجه ما بيحصلش بيني وبينك انتراكشن فيها، الا وهي بروبلم سولفنج تيست، ودي برضه بتختلف من شركه للثانيه، ومش هنتكلم عن النقطه دي لان حصل عليها جدال كتير قوي، خلينا بعيد عنها دلوقتي. فديت بيتبعت لك برضه بروبلم سولفنج تيست، وبناء على حلك في التيست دوت بيبداوا يشوفوا هل هتبقى مناسب اللي انت تكمل معاهم ولا لا. تالت حاجه من ضمن الحاجات ديت بس بيحصل فيها بيني وبينك انتراكشن، الا وهي لايف كود انترفيو او لايف كود سيشن. دي بتبقى عباره عن حاجه اسمها بير بروجرامينج، لو ما سمعتش الكونسيبت ده قبل كده عادي. بير بروجرامينج دوت ان انا وانت بنبقى قاعدين مع بعض واحنا الاثنين بنتناقش مع بعض في حاجه زي كده، وبنشوف ايه اللي المفروض يحصل ما بيننا. على سبيل المثال بقول لك مثلا انت دي هتعملها ازاي، فنبدا نتناقش فيها، طب ما تيجي نفكر فيها سوا، طب مش شايف ان الطريقه دي افضل، طب ما نجرب كده نبص على حاجه ثانيه، طب ما نجرب تعمل الديزاين باترن الفلاني يمكن يفرق. دي بتبقى اللايف كود سيشن، وبرده ممكن يبقى فيها حاجتين، لا اما بتبقى تاسك لا اما بيبقى بروبلم سولفنج اكزام. دولت الحاجات اللي بتبقى موجوده في العادي. انت كده كده لو عديت من كل دولت بتروح بعد كده على التكنيكال انترفيو. التكنيكال انترفيو هنا ده الحاجه الكومن اللي موجوده برده ما بين كل الشركات، سواء انت بقى محاسبه، حاسبات، اي كليه تانية هتخشها مهما كان مجالك ايه، حتى لو هندسه انت بيبقى فيه انترفيو تكنيكال، بيبدا يشوف التكنيكال نولج بتاعتك واصله لحد فين. فعلى سبيل المثال لو انت كنت معدي من اول فيز ديت ومثلا انت لسه، خلينا نتكلم في السوفت وير، اللي انت هنا هتروح اللي انت بتتسال في السوفت وير، فيبدا يسالك في التاسك اللي انت كنت عاملها. على سبيل المثال التاسك دي عملتها ازاي وليه، طب عملت النقطه دي هنا ازاي، طب ليه اخترت هنا اللي انت تنفذ الاركتكتشر ده، طب ليه اخترت هنا الديزاين باترن ده، شايف ان دي مكانها مناسب هنا ولا لا. ويبدا يتناقش معاك، بيحولها الى حد ما لدiscussion لطيفه كده على التاسك اللي انت عاملها دي. طب دوت من ناحيه ان انا كده بتسال على التاسك دي واعرف كل الديتيلز بتاعتها. نحط في الاعتبار حاجه مهمه جدا، وانت بتعمل التاسك لازم تكون متقل نفسك جدا جدا جدا. من الاخر انت بتشو الباور بتاعتك في حاجه زي كده، فممكن اي حاجه عندك انت شايف انها هتبقى مناسبه اعملها طالما ده هيبقى في مصلحه التاسك. وطبعا بتبقى عامل او كاتب كونسيدريشن اللي انت دايما بتكونسيدر ان دي هتبقى حاجه جوه ابلكيشن كبير، عشان كده بتبص لها اللي انت بتكسباند فيها وبتعمل فيها حاجات اكتر. يعني مثلا تيستنج، تشوف الديزاين باترنز المناسبه هنا تبدا تعملها، تختار لها اركتكتشر محترم وكذلك. حد هيقول لي بس ده اوفر انجينيرنج، هقول لك عشان كده قلت لك توضح اللي انت بتعتبر ان دي حاجه من ضمن حاجه كبيره، كانك شغال مع الشركه دي جوه التيم، فبالتالي هو الشخص هيفهم ان هي مش اوفر انجينيرنج، ويفهم ان انت عايز تشوف الباور بتاعتك في التاسك دي، وده الطبيعي وده اللي بيحصل. طبعا بتختلف برده من شركه للثانيه ومن تفكير شخص لتفكير شخص ثاني. فده بالنسبه للتاسك. ففي التكنيكال انترفيو بقى بنبدا نشوف الشخص ده عمل ايه في التاسك دي، ببدا اشوف انت كنت بتفكر ازاي، طب تفكيرك عامل ازاي، ابدا اسالك اسئله في التكنولوجي، سواء مثلا لو انت داخل اي حاجه لها علاقه بالويب اسالك بقى في حاجات الويب، ليها علاقه مثلا بالموبايل اسالك في الموبايل، وافضل اتناقش معاك ما بين التاسك وما بين الاسئله التكنيكال. طب ده في السوفت وير. غير السوفت وير بتبقى اسئله عاديه جدا في المجال بتاعك بقى، سواء بقى محاسبه سواء هندسه ايا كان، ويبدا يسالك الاسئله العاديه بتاعت اي انترفيو اللي انت في الغالب بتبقى عارف اجاباتهم من على النت وكده، وواخد برده جزء منهم من الخبره. طب دي تاني مرحله، او دي تعتبر كده احنا مرحلتين. لو انا عندي التاسك دي بتبقى مرحله، لو انا ما عنديش دي بيبقى عندي الانترفيو، فدول كده مرحلتين موجودين عندي. طب انا خلصت دولت والحمد لله عديتهم، هنا هنروح برده للستيج اللي بعديها، والستيج اللي بعديها دي برده منقسمه لجزئين، اللي انت لو مجال السوفت وير او انت بره مجال السوفت وير. طب لو انا في مجال السوفت وير ايه اللي المفروض يحصل معايا؟ في الغالب لو انت سينيور
او الاول خلينا نتكلم لو انت بره مجال اصلا السوفت وير، لان هي تبقى الحاجه الكومن على كله. في حته زي دي انت بتوصل لمانجيريال انترفيو. مانجيريال انترفيو دي في الغالب بتبقى انت مع المانجر اللي موجود، فلو حاجه سوفت وير انجينيرنج مانجر، لو حاجه ثانيه مثلا بيبقى تيم ليد. فالتيم ليد ده بيبدا بقى يشوف معاك، يقول لك مثلا يحطك في سيتويشنز معينه، يقول لك طب انت لو عندك دي حصلت ممكن تعمل ايه هنا. ممكن مثلا يقول لك احكي لي مثلا حاجه انت شايف ان انت كنت كويس جدا جدا فيها. ممكن يديك مشكله بسيطه ويفكر معاك ازاي تحلها انت وهو. ممكن مثلا لو انت مقدم على ليد او حاجه زي كده، فيبدا مثلا يديك سيتويشن ما بين اتنين معاك في التيم، وتبدا تقول له هتحل السيتويشن ده ازاي او هتحل المشكلات دي ازاي. كل دي حاجات بتبقى موجوده من التيم ليد او من المانجر اللي بيبقى موجود للشخص اللي بيبقى موجود في الانترفيو. طب دوت من ناحيه اي انترفيو كده كده هتخشه لازم تعدي بالحته المانجيريال دي. طب لو في السوفت وير، قبل الحته المانجيريال دي بيبقى في حته صغيره كده على قدها اسمها سيستم ديزاين. ده لو انت سينيور، او في برضو الشركات حسب، في شركات بتعملها جونيور ميد ليفل سينيور فيما فوق، وفي شركات تانية بتعملها من اول السينيور بس، فبتختلف من شركه لشركه تانية. هنا انت بيبقى سيستم ديزاين انترفيو، ده بتبدا بقى ترسم الكومبوننتس بتاعت الاركتكتشر بتاعتك، الكومبوننتس بتاعت الابلكيشن اصلا، والانتراكشنز هتبقى رايحه ازاي وعامله ازاي. في هنا بيتقسم لجزئين، حاجه اسمها فلو دايجرام وحاجه اسمها ديبندنسي دايجرام. فهنخش في كلام كتير قوي، طبعا دي بتختلف من ويب لموبايل لاي حاجه ثانيه، ففيها اختلافات كتيره، في فرق شاسع ما بين كل حاجه والثانيه. طبعا في الاخر كله بيروح ناحيه انت فاهم ازاي حاجه زي كده، وخبرتك اللي قبل كده بتوظف الخبره دي في اللي انت تطلع الحاجه الواضحه. الحاجات طبعا اللي كده كده ايا كان مجالك ايه في السوفت وير، ان هي تبقى ريوزابل، مينتينابل، ان هي تبقى تيستابل، كل الكلام اللي احنا عارفينه ده عشان تعرف توصل حاجه زي كده. ودي طبعا كده كده لها فيديوز كتير قوي اونلاين تعرف تسرش عليها وتشوف. خد بالك ان ده مهم جدا جدا جدا، خصوصا في الشركات الكبيره. فاحنا كده الترتيب بتاعنا لو انا في السوفت وير، اول حاجه الفون سكرين، تاني حاجه ممكن يبقى فيه تكنيكال تاسك وممكن لا حسب الشركه، تالت حاجه انترفيو تكنيكال، رابع حاجه لو انت سينيور او حسب الشركه هيبقى في عندك سيستم ديزاين، خامس حاجه المانجيريال انترفيو. نفس الكلام بيكون موجود لو انت شغال شغل اي شغل تاني غير السوفت وير، وده بيكون اللي انت الاول برضو الفون سكريننج، تاني حاجه اللي انت بتخش تكنيكال انترفيو، تالت حاجه مانجيريال انترفيو. طب الحاجه الاخيره في الناحيتين الا وهي الجوب اوفر. ده انت بتبقى خلاص المانجر ده شايف ان انت شخص كويس ورديت على اسئلته تمام وهتفيت معاهم في التيم، فبيبدا يكلم التالنت اكوزيشن عشان يبدا يبعت لك الاوفر بتاعك. الجوب اوفر ده بيبقى مكتوب فيه الستارت ديت، التاريخ اللي انت هتبدا فيه، وبيبقى برده موجود فيه السالري بتاعك او السالري اللي انتوا اتفقتوا عليه او الاكسبكتد او ايا كان. وهنا بتحط في الاعتبار حاجه كويسه جدا، ان انت بمجرد ما بتمضي على الاوفر خلاص كده انت كده ما ينفعش تغير اي حاجه فيه. يعني ممكن لو حصل اي ظرف عندك تغير الستارت ديت، لكن ما ينفعش تغير على سبيل المثال حاجه زي السالري بتاعك. فانت لازم تكون عارف كويس جدا جدا رينجز السالري بتاعت الشركه دي عامله ازاي، الليفل بتاعك. لو تعرف تسال حد جوه يديك الافريج رينج ده يبقى كويس جدا. ممكن تسيرش على الشركه دي على مواقع كتيره زي جلاس دور، مواقع تانية كتير مختلفة تقدر تلاقي عليها الرينجز بتاعت السالاريز للشركة دي. بس أهم حاجة في الآخر اللي أنت بتكون متفق معاهم على سالري معين عشان ما تظلمش نفسك، وبرضه في نفس الوقت ما تكونش قايل سالري كبير قوي ففي الآخر لا ما تكملش بسببه. لازم هنا تكون عامل حسابك على ده كويس جدا جدا جدا. طبعا دي بترجع لشطارتك في النيجوشيشن. النيجوشيشن هنا اللي أنت تتناقش مع الناس أو تتناقش مع التالنت اكوزيشن ده أو مع المانجر ده حتى في السالري بتاعك. وطبعا زي ما قلت الحتة دي أنت بتكون حاطط فيها حاجات كتير قوي اللي قلناها في الأول، منهم بقى اللابتوب وفي تامينات وضرايب ولا لا وكل الكلام ده. في حاجه نسينا نقولها، موضوع الاجازات. يعني في بعض الشركات تقول لك لا الاجازات الرسميه مش معانا، في بعض الشركات الثانيه تقول لك لا انت ليك يومين اجازه على كل شهر بتقعده، في شركات ثانيه تقول لك لا انت ليك الانيوال دايز اللي هم 21 يوم في السنه. فبتختلف من شركه للثانيه، فلازم تكون عارف ايه نظام الاجازات في الشركه اللي انت رايحها، لان يعني الحوار ده برده مهم جدا جدا جدا. وطبعا هنا لما بتيجي تتناقش في السالري انت بتتناقش في رينج، ما تخليكش دايما قافلها ان انا لا هو ده لا اما بلاش، لا بتناقش في رينج واللي يجي في الرينج ده طالما مناسب معاك تمام. ما بتمضيش على الاوفر غير وانت خلاص شايف ان ده السالري المناسب معاك. بس كده دي كانت مراحل الانترفيو. معلش بقى كان الفيديو طول شويه او كان كبير شويه، بس انا حاولت اغطي كل حاجه ممكنه، كل حاجه عديت بيها او ناس تانيين عدوا بيها شفتها في مختلف انواع الشركات. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو نسيت حاجه ممكن تكتبها في الكومنتس بحيث انت تفكر بيها الناس التانيه بتتفرج على الفيديو ده. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكالعاده لو الفيديو عجبنا ما تنساش نعمل لايك للفيديو نشاره مع بقيه الناس، ان شاء الله الكل يستفاد باكبر قدر ممكن. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.